أهلا وسهلا فيكم بقناة الجديدة. بتمنى تشتركوا بالقناة وتشاهدوا الفيديو للآخر. ويلا نبلش بحلقة 13 تحت الطبع. وهون موسى بيقوله لنزار ليش لحقت لسيارة بلقيس؟ فبيقوله بعد ما شفتك انت وياها عم تحكوا شكيت انه في شي. فبيقوله فجر يلي بعتك لهون؟ فبيقوله فجر ما بيعرف شي. فبيرجع بيأكد له انه فجر ما بيعرف شي. فبيقوله اتصلت عليه وما رد علي، وبياخد تليفونه لحتى يتأكد من هالشي. فبيرجع بيقوله انا من حالي لحقتك من وقت ما عرضت علي المصاري وانا شكيت فيك. وهون فجر عم بيتصل بنزار فبيطلع تليفونه مغلق. وهون فجر بيكون عنده أسماء بيطلب من رأفت أنه يتصل عليهم وبيطلب منه أنه يراجعونا من بكرة. وهون بيحكوا عن نزار أنه كشفون وعرف كل شي. فموسى بيقول لهم نحجزه كم يوم هون. فبيقولوا كيف بدك تحجزه هون؟ الشرطة أكيد رح تدور عليه. وهون نزار ببلش يخاف. فبيقول له بترجاك طالعني من هون وحياة بناتي أنه رح أنسى كل شي وما بحكي لحدا شو صار. وهون موسى بيسحب عليه السلاح فنزار بيخاف وبيترجاه. بيقول له اتركني بترجاك إذا مو كرمالي كرمال بناتي. وفجأة بيجي صوت رصاص. موسى قتله ولا زين قتله؟ هلأ منشوف. وهون بالمقبرة تم دفنه لنزار. وهون ليلاس هي وأمه فبتقلها خير شو صاير معك ليه زعلانة؟ ليكون أبو التليفونات هو يلي مزعلك. فبترجع بتقلها لأمها احكيلي بنصحك بساعدك. وهذا أبوها لليلاس وجوزها لبلقيس بيجي لعند العجان. فالعجان بيقول له أنت شو جابك لهون؟ فقال له والله يا معلم كنهر عم أمرق لعندك على المكتب بس ما عم يخلوني فوت. فبيطلب منه أنه يرجع يشتغل عنده. فبيقول له مروق لعندي على المكتب بالليل. وهي مرته للضابط نزار اجت لعند المقدم موسى. فبتقول له اجيت لعند المقدم فجر وما لقيته فاجيت لعندك. فبتقول له انه نزار من امبارح برا البيت وتليفونه مسكر. فبتقول له اجيت بدي اسالك انت بتعرف وينه؟ بتعرف شي عنه؟ بيقول لها اكيد بشي مهمه. والاخير بيقول لها نتصل بفجر ومنشوف. وهون العجان هجم على محل بلقيس. فبقول لها شو مخبيه عني؟ فبتقول له ماني مخبيه شي، اجا موسى وحسيت انه انتبه قمت شلت السماعات مشان ما انكشف. فبيقول لها قديش بدكم تخلصوه؟ بتقول له 5 ايام. وبيقول لها قد ايه بيطلع المبلغ؟ بتقول له 100 مليون. فبيقول لها بترجعي الجهاز وما بتفصليه لو شو ما صار. وهالمقدم فجر والمقدم موسى عم يحكوا مشان اختفاء نزار. فالعميد الكبير بيطلب من موسى انه هو يستلم القضية. فهون المقدم فجر بيقول له هذا ابن خالتي انه انا بدي استلم القضية. فالعميد الكبير بيقول له لا لانه ابن خالتك ما رح سلمك القضية لانه ما رح تعرف تفكر. وهون موسى بيطلب من عماله انه يشتغلوا بسرعة لانه الوضع عندهم كركب ممكن باي لحظة تجي الشرطة. فبيقول لهم لازم نشتغل كل الليل ب3 ايام لازم يكونوا خالصين. هون العجان بيكون عم يسمعهم. وهي مهيب وهو سكران عم يقلها لمرته ليش متأخرة لهلا. فبتقول له كنت بالشغل. فبيقول لها من بكرة انا رايح بدالك. وهون بتبوسه وبتقول له كلها كم يوم رح يخلص الشغل. وهي رنا بتطلب من موسى انه تحكي له شغلة. فبتقول له يوم الحادثة شفت بلقيس عم تفك شي من تحت الطاولة فحاولت دور عليه ما لقيت شي يمكن انا شكاكة ما بعرف. فبيقول لها شو هو الجهاز شو ماركته؟ قالت له ما قدرت ميز. وبتطلب منه طلب تاني انه مهيب يجي يشتغل معاهن فبيرفض. وهون موسى وفجر بيكونوا عم يدوروا على موقع تليفونه لنزار. فبيقولوا الخريطة بتقول انه اجا لهون وضل كم ساعة وبعدين اتحرك. فبينزلوا الشباب هون على الموقع ليشوفوا. موسى بيقولوا لفجر دخلك خبرك عاويكم هو وقت لحيا اجا حدا. لهون؟ الغريب بالقصة انه الموقع جابن محل ما عم يشتغل موسى بالتزوير. معقول موسى نقل غراضه؟ وهون فجأة تجي مكالمة من نزاروف يلي هو نزار. وهون برد على المكالمة فبيقول الو الو ما في حدا بيرد عليه. وهون بيجي موسى بيطلب من الدورية انه يرجعوا يشوفوا موقع نزار بيقولن نرجع اتصل. وهون زين بيكون تليفون نزار معه. وهون بيكسروا للخط. وهاي راما عند العجان هو يلي بعت وراها لأنه لازمه سكرتيرة. بدي منك تشتغلي عندي وأنا حابب ساعده لأبوكي. فبيقول لها قد إيه عم تطلعي من شغل النت؟ فبتقول له 400 أو 500 دولار طبعا بالشهر. فبيقول لها شو رأيك أغنيكي عن شغل النت تجي تشتغلي عندي بعطيكي 800 دولار بالشهر. بالبداية بترفض برجع بزود لها 900 فبتقول له موافقة. وهون رجعوا على الموقع يلي تحدد منه الاتصال. فقالوا انه مشطوا المنطقة كلها وما لقوا حدا. فبيقولوا معقول يكون مخطوف. أنا فموسى ما عم بيقولوا اذا بفهم خطف كيف معناتها اتصل انه هو مثل للحظة بعدين السيف. رجع اختفى. ومنشوف. فجر بيقول اذا بكره معقول ما يكون وصلنا مخطوف؟ الخبر منه معناتها ما رح نلاقي. وهون فجر وموسى بيكونوا عم يسكروا. فجر بيقول له بتعرف اذا صار له شي نزار ما رح سامح حالي ابدا لانه ما رديت على المكالمة تبعته. وهون فجر بيقول له لموسى اسف يا موسى. فموسى بيقول له ليش عم تتأسف؟
فبيقول له مرقت أيام شكيت فيك وفكرتك عم تقبض من جماعة التزوير لحتى ما عم تعطي عليهم. وهون موسى بيقول له عادي عادي، من كتر الخوازيق اللي أكلناها ما عاد حدا يوثق بالتاني. وهون موسى أجا مكان الشغل، فبيقول لهم موسى شو رأيكم نطلع المصاري على دفعات؟ فبلقيس بترفض وبتقول لهم لا، منطلعهم على دفعة وحدة. وهون موسى بيسألها بيقول لها شو بدك تسوي بحصتك؟ فبتقول له بدي اشتري بيت بنص المالكي. وهون موسى بيكون عم يدور على السماعات وبلقيس بتشوفه، وهون موسى بيكون لقط السماعات، فبيمسك السماعة وبيقول لهم اسكتوا، بيأشر لهم. وهون بيجي موسى لعند بلقيس بيفرجيها السماعة، وبعدها بتخلص الحلقة، وإن شاء الله بنشوفكم بالحلقة الجاية.